بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى التاريخ الإسلامي ونتكلم اليوم حول أول خطبة لأبا بكر رضي الله عنه يبين في خطبته منهجه في إدارة أمر المسلمين. سنرى خطبة قصيرة جدا، ولكن يبين خلال هذه الخطبة منهجه في إدارة أمر المسلمين وخطته، وكيف يفكر في إدارة أمر المسلمين، وكيف ينظر إلى نفسه وإلى الرعية وإلى سلطة الإدارة في عينه، كيف ينظر إلى الإدارة. سنرى ماذا يقول رضي الله عنه في حق هذا الأمر. برايد عزيز أمي أنا إلو بحث خطبة ابو بكر الصديق افا عول بو خليفه ما كان حفته بريقو حضرت ابو بكر وقتك بو خليفه او زحمت عن مدي تشوا ابو بچ شكل بو خليفه ايرو خطبه خويا عول بري انا مازنه دولته وقت كنت مازنه دولته او كيت خوين يعني خبردان اكيد كن ابو بكر الصديق وقت ابو خليفه خطبه كن او قسقتنا انا او قصات بخوين دقه دقه خطبه خوغو دفي خطبه خويا هانه دا فكرة خود در حق إدارة دولت دا از دولت أوا إدارة بكم حق من أفا حق وأفا أما تماشاكن كأبو بكر الصديق خداش رازيبة دا عقل ويدا مزناتيا دولتي چيا وظيفة ويشيا وظيفة ملتي چيا و مزنة دولتي أي أنا كدولت إدارة كن جا أوشقا خبردن وأبو بكر چقاسا خبرده أما أنا تماشا بكن كا خبردان أبو بكر الصديق در حق إدارة دولت دا جوابه. طبعا قبل كل شيء أولا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على، وبعد ذلك سأقرأ نقطة من خطبه وبعد ذلك نشرح قليلا. أول الكلام يقول: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يبين أولا التواضع، ليس عنده الكبر ولا العظمة ولا يرى نفسه أفضل من غيره. يقول وليت أمركم، أي واللي كلمة باللغة العربية الفعل نائب للمجهول، نقول فعل مبني للمجهول، أي غيرني حملوني هذه المسؤولية فأصبحت مسؤولكم، ولكن لست أفضل منكم، أنا واحد منكم. رؤساء الدول أحيانا يرون أنفسهم أفضل من غيرهم، ولكن هو يقول وليت أمركم ولست بخيركم. ربما في نظرته ويقول أنا أسع أحد بينكم. هكذا ينظر إلى الحكم التواضع قبل كل شيء، يبدأ ويوضع يجعل نفسه في مكان متواضع جدا. وليت أمركم لا يقول أنا أفضلكم اخترت، وليت أمركم أي حملوني هذه المسؤولية ولست بأفضلكم. يرى بهذا الأمر فيها التواضع العظيم. خطبة أبو بكر مهر جاري بتركي وكرديا بيجن باراغرافك، يعني هر جاري بشكي بخوينن وكوما بيقول لك ليخنكي عول دبيجا قالوا بسلمانة أزبو مكرن مازنيوه في كلمة مكرن مازنيوه زمان عربي دا كلمة كوي خبتان دي نابج أزبو مازنه و مكرن مازن معناوي يعني منقوت يا أدمين كي منقوت تيوري بي مازنه بسلمانه دفر دا خب چوكت كه نفس أخ مازن ناك يعني از نه إنسان كي مازنم از إنسان كي وكاوي نورمالم دبيجه مكرن مازنه و از اي أن رنده و جننم ها اي أنا مازنه مك دولتا دبيجه أزبو ما ملت جمرا قوتيه تهرتش دسته تداي فرمان دسته تداي إمزا دسته مداي دبيجه مور دسته كده بس سليمان أوي يعني دبي ناتشكي وساكن وتنا از بومن مازنه و ياجي مكرنا مازنه و از يك جوما نفسا من مازنن افيا نقطه عول دسبيك خبردان خدا خوب چوك كاس نه انسان كي مازنم از يك جوما يك يعني دمك والمن هرت نبي ابو بكر چقا مازنه ام نيورنجي خبردن نوصان از فقير كي درهانه ما بكردي از فقير كي وكوما بلنغاز محتاجم از إنسان كي بر مازننم أفيا نقطة عول. الأمر الثاني يقول فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. يبين حق الأمة، يقول أيها الناس أنتم رقباء علي، أنا سأعمل أي كأني أسوق السيارة، ولكن عليكم أن تراقبون، إذا أخطأت فنبهوني قد أخطأت في إساقة السيارة، ولكن إذا سقت السيارة بشكل صحيح فقولوا وفقك الله فأعينوني. هذا حق مراقبة الأمة للراعي للحاكم. هكذا ينظر الخليفة إلى وظيفته وإلى الناس، أي انصحوني أعينوني دلوني على ما فيه الخير، بهذه الكلمات البسيطة السهلة العظيمة.
لا يقول أنا غير مكلف، أنا غير محسوب، لا أحد يستطيع أن يعترض علي، لا يقول هذه الكلمات، أي فقوموني أعينوني، مراقبة الرعية للراعي. نقطة دويا إيرو تظن دولة هذا قانونك هي دبيجة مزنة دولة شبكة سربستة بيجا شبكة ويا كيفاوية. أما أبو بكر الصديق دبي قالوا إنسانا أجركم تشتكي بخير كر آلي كاريا ممكن متشتكي خراب كر بقرقا مقرن بقرقا مبقرن حسابش مبخازن. أما إيرو هنكي أم بخو مسلمان شي أم بجن مزنة دولة تشكر قراتي احتراز ليناكي هيرا خرابي كر احتراز نكت احتراز بكي فتنة شدبه. هما أبو بكر خليفة دبيجا أجركم تشتكي خير كر آلي كاريا مبكن بجن حفرم بجن خدا خيرات قبول كه تراس كر باشه بردوام بكه. أما كم كيماني كي كر من راس بكن راس كرم بخبردان اجدا بدست مقرم قوي مبقرم من راس بكن يعني إيرو دنابا مدى أمتنا دم وقت احتراز مصدر دولتك كي مالا تخرك انت دافجن شو تدي شعب تبروي ناكبه تشوي احتراز مصدر دولتك ريه. اما ابو بكر الصديق كل نابرا مبسلمان دا پشت مقام پیغمبر مقام مازن که ای ابو بکر دبیجه اگر که از راست بم آلیکاریا ممکن دست یخ بدن دست بن بيجه مالات آوا کم کیمانی کی کرجی بگوی مگرم راست بکن يعني نیلن بر از شاشیتی نکم. اگر ایرو مبسلمانا مزنه خوب وی شکلی بوان را بدا و بساندا اوقا کیمانی ما چیند بون دیکتاتور ما چیند بون. اما مزنه ما هاتن ام بيجن هو خدي قوتي اطاعه ولي الامر بكن يعني مزنه تقول احتراز لينك ايه ويقول شي ما قول سر شعبه حتى ما لما بالا باب ما تفخر كرت. كلمة أخرى أبو بكر يقول في حق نظرته إلى الناس يقول الصدق أمانة والكذب خيانة، أي سأكون صادقا معكم والصدق معكم هذا أمانة من الله عز وجل، إذا لم أكن صادقا معكم فأنا رجل خائن. الخائن كلمة ينفر كل الناس، نحن نكره كلمة الخائن ولكن أبا بكر يبين يقول الخليفة أو الرئيس إذا كان صادقا مع رعيته فهو صاحب أمانة، ولكن إذا خانهم أو إذا لم يكن صادق لم يبين لهم حقيقة الإدارة المشروع الذهاب والإياب الدخل تقدم تأخر لم يبين لهم حقيقة واقع الناس فهو رجل خائن. وكلمة خائن كلمة عظيمة جدا نحن نكره هذه الكلمة. إذا يقول سأكون صادقا معكم سأدل وأبين لكم كل ما أريد أن أقوله ولا يوجد عندي شيء تحت الطاولة يعني شيء هكذا أتكلم للناس وتحت أعمل هكذا. أنا سأقول أنا أحارب هذا الدولة ولكن من تحت أنا أتاجر معه، ليس هذا من منهجي. سأكون صادقا معكم في الظاهر وفي التحت فوق الطاولة وتحت الطاولة نفس الشيء. تشتكي دني أبو بكر الصديق قانونك إشخاصات ندبي قانون من دقلبه أز قلت قلوة راست بم أز راستم راستي أمانتك يه چنابك أز درول وبكم چناب أز حلال وبكم يعني تديروا السياسات الدنيا إذا دبي لسر ماسة تشتكي دبني ماسة دا تشتكي ديه دبرد خبر دن تنباشي دبرين دا بجد ونو تشكينا يعني بيا نابرة منو تدايه. أبو بكر دبيجد راستي أمانتك يه درو کرنجی خیانتکیه. خدا جو رازی کلمه خیانت وزان خیانتی چیه؟ خیانت تشتکی پر خرابه. یک ورج مرا بجت خاینی ولام دنیای خراب خاین چون که تشکی پیسه يعني. اما ابو بکر دبی قاوا کم مزنه دولت دقل ملت راس نبه او مزنه يعني خاینه. خاینه دقل ملت خیانتی دقل ملت خوکریه. لما مزنه دولت قاوا کم ملت خورا راس به او مزنه يعني امینه خودی امانته. ونظنم که یک نوع پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام الامین بو محمد الامین اوی راست اوی حیلانت کرد اوی کملت را راست بو. مازنه دولت تماشا کن کجارها ایجاب کل همبر تلفزیون دبی از وهاب کن بیداد بگرو دنگی خنک یعنی از بون ملت وهاد بشم هل بجارتن پیشیا من برکی از سر بکیم لیاما دبنی دا تجارت منو تا دوام که و کسرو که پریوان دولت می بسلمانا کو بشكل تشتكي بنيدا تشتكي دنا يعني كلمة كردية دبي دسردا يا الله دبنيدا نعوذ بالله يعني دسردا ما شاء الله تشتي بخير دبيجن دبنيدا اعوذ بالله خدي حفظ مرضى بك ابو بكر دبنا دبل درفا شبد هندرداج اوم از جرد جلوه راس من دبك از راس نبم از خاينم دقلوه
ولا خيانة تشتكي بربيسة. كذلك له منهج آخر في التعامل مع الناس، مع الأقوياء والضعفاء. يقول: والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله. الضعيف قوي والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. أي الذي أنتم ترونه قويا بينكم، إذا كان هناك حق يتعلق برقبته سآخذ منه وهو أضعف الناس عندي. أنا لا أقول هذا رئيس القبيلة، رئيس العشيرة، لا، هو أصغر الواحد عندي. وإذا كان هناك رجل ضعيف وأنتم ترونه ضعيفا ولكنه صاحب حق ومظلوم، سآخذ حقه وهو في نظر أقوى الأشخاص في الدولة. أي أنا لا أنظر إلى الناس كنظرة بعضكم إلى بعض. أنتم تقولون هذا قوي وهذا ضعيف، أنا لا أقول، أنا أقول هذا صاحب حق أو هذا ليس صاحب حق. صاحب الحق هو قوي عندي، والذي ليس على الحق هو ضعيف عندي. منهج عادل جدا، لا ينظر إلى القبيلة ولا إلى المال وإلى المنصب، بل ينظر إلى الحقيقة. وصاحب حق أهلا وسهلا، ليس معه حق فهو تحت القدم إلى أن آخذ الحق منه. نقطة كادني أبو بكر الصديق خديجة رازيبة دمك تماشي ملاتة كدبي للجموع، مثلا بيجن فلان كاس زنجينة دنجي خناكن، فلان كاس عشيرتها يمازنة، فلان كاس خوي قبيلكية، فلان كاس فابريقاتورة وهذا بيجن ودنجي خناكن. ليه؟ دبي قالوا إنسان أبي كنت شعبي ودا بقوته، اگر که ظلمه کربه للجمن ان ای ضعیف اوه حتی که از حق شي بستینم. يعني مازني عشيره مازني قبيله ظلمه کی کر، از نابجم ولات مازني قبيله از نویرم دنگی خوشترا بکم تشتک نابد سربستی. نه للجمن ای ضعیف از بگو يقرم حساب جاي بخوازم داوية دهر مال اخو. يعني ابي كنت بجن ضعيفه للجمن اگر خدي حق به او بقوته. ابو بكر ميزانوي نو كم ميزان ما يرو أبا برا أبا عائلة أبا قبيلة أبا عشيرين. ميزان أبو بكر ميزان حقه، تلسر حقية بي سر شعبه من، تلسر حقية نبي أزي شعبه تدرخم. ابن هرتنا هاني أبو بكر جملة راد بجا، يعني قالوا إنسان هذا بجا عقله خبو قهرين ها نبجن فلان كاس قبيلة يبرمازنا حزار حب ظلامي ويهنا بمليون أبري وهي تشك دنجي خناكن وكايرو زنگینه ما عربی داجون لیکت خن کس کی پرج و ناستینه دلان باصور دا چه دنگی خناک ملت دوگجن پره دا خلاص دبی نه والله کی دبی برابه اگر کو ظالم به ظلمه کربه للجمن به قوت از حق شه بستینم او کی فقیر به شعب ودم یتیم به مسکین به محتاج به اما خدی حقی و هاتی خوارن ان انسان بقوت الجمن اوه از حقی بدمه که و ابدا از نایلم تی انسان کی ظلم الوی انسان هانه بکه من چقدر میزان ترازی اخوی خوش يعني قالوا انسان نبجن عشيره من هي از حق منا والله عشيرات هبت نبه تظلمه كربه از شعبه تدرخم ونبجن فلان كاس فقيره ضعيفه اما امجي حبك سريخن نا والله كي دست خد درجه فقير كبكه از دستي بشكنم اوقا متوداوي رياوي د اداره حكم د اشكره يعني خطبه خجوان اواد خوينا از ابم ظالم به از حق جي بستنم مظلوم جي از آليكاريا بكم. وكذلك له أمر آخر ينظر إلى الدولة وإلى الحكم وإلى السلطة. يقول لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. إذا قوم تركوا الجهاد والدفاع عن فكرهم سيكونوا أذلاء ضعفاء جبناء. أي لابد لكل حق من قوة يحميه كما يقال باللغة العربية. أي سأدافع سأكون مجاهدا. اليوم نحن نقول أهل السلم وأهل الأمن والأمان لا تتكلم لا ترفع صوتك اضحك مع الناس. لا والله أحيانا لا ينفع تحتاج إلى قوة تدافع عن حقك وعن فكرتك وعن منهجك. فهو يقول أي قوم يترك الجهاد يكون أذلاء. أي قوم يترك التمسك بالقوة لا يبقى لهم سلطة لا يبقى لهم كلام. تشتكي دني أبو بكر الصديق دبيجا از يقين دك ما أنا كأز بيجا ونتاف بترسن ونبيج والله سيداي ما أبو جهاديست دبي قالوا ملاتي كي جام أمتك جهاد بلا جهاد نك خدي وان رزيل رسواتك جهاد كلمة جهاد إيرو أم نويرن بيجن يعني معناوي ناس اللي حكى بدا سيخ هرم ملاتي بوجه أفننا معناوي يعني
دين تهبه فكرة تهبه جرى قوتك تجي هبت في قوات الفي فكرة خدي درك في قافا قوتها تتنب والله هركس تدخل يعني بزمان عربي تشتكي خوش دبيجن دبيج بوني هر فكرك قوتك لازمك وي قوتي بباريزه حقي من هي فقط قوتها متنا والله شيء نابع قوات اشترى لازمه ظلام اشترى لازم اجى ابو بكر يعني دبيجه ام كمسلمان از خليفه ما دين ما هي قرآن ما هي كتابة ما هي جبوني اف ديني يعني ورا باراستن قرام جهاد جي بكن نبجن والله ابو بكر انسان كي فقيره انسانك بيدنقه هما متبهر مال اخو بكيف من خو تسبيح بكن داس بجن لا اله الا الله افتنا امي فكره اخو بباريزن ياكي بشر ياكي بخرابي نزيكي ما با امي بخرابي نزيكي بن ياكي برحمه نزيكي ما با امي برحمه نزيكي بن يعني ياكي كجمره بكن امي بكن ياكي كدراني اخو بجدي نجمره امي دراني يكاش بكن افياجي قانون ابو بكر الصديق انا بخير كنت حفتياتي دام بخينن ونتماشاكن ابو بكر كنت وقت پیغمبر دا نرم بو حليم بو او ابو بكر شو ابو بكر كي دني هات ابو بكر كي كش عمر بيجا عمر تترسونكي يعني حسابك عمر كو قامره عمر دي ابو بكر هدي تشدكي دي عمر تبري ظلام ويشبوش ده يعني في كلمه جراد تبري ميربوي شبوش ده توقد الترسي مقام خزانه يعني مازنه دولته قالوا جماعه تشكيش بيروانك قرب عقل به ايرو از ما مازنه دولته جاره از بكنم جار از بگریم جاره هي از نربم جاره از وك بومبا كي بتاقم يعني قال زانبم هناك جار ابو بكر فقير بس دكانيه او جار ناج دغو افيا ابو بكر افيا ابو بكر مننا يعني او ابو بكر حليم وفقير شو يكدني هات يعني لو ما ابو بكر بيجا از قرب بدم جهاد دست بيكن يعني فكره جهاد ام دوام بكن دمك جهاد ام نكن ام ذليل دبن هر کس ورا المخ يعني قوتك عسكري اشترى لازمه ايرو ام مسلمان چما راضي له رسوا بونه ام بهبره شرط کن یک فريق خدای دایم ام کیفه دا خرج کن ملت به سلاحات چد که يعني ملت به سلاحات چد که ملت زاند مالا مدا چد به ام امجد مالا خدا ام خرابيت مالا خدا كن اوجد مالا ما قداريت كن تلفزيون مالا ما دنا زانم مالا خدا چت كن تلفون مالا ما دنا زانم چه خبردن تكنولوجيا علم يعني اما تفسيلحن جمارة لازم وله كلام آخر كذلك يبين يتكلم حول الأخلاق والمبدأ والقيم يقول ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء إذا انتشر الفاحشة الزنا وسوء الخلق بين الناس فيكون قوما أذلاء لا يبقى لهم ويأتيهم البلايا والمصائب أي قوم ابتلوا بالزنا بالشرب الخمر وباستعمال المخدرات لا يبقى لهم وزن يبيعوا دينهم ودولتهم لأجل شهوة بسيطة فهكذا يقول أي قوم إذا انتشر فيهم الفاحشة خلاص عمهم الله أرسل الله عليهم البلايا والمصائب فلا يرون خيرا من أنفسهم نقطة كادني أبو بكر بحث أخلاق كأخلاق إيرو دولتي ما بسلمانة مزنة ما ديمقراط من خبر ددن دبي من سيحة فابريقات شكل يا من ديحة بريات شكل يا من طيارة آنية ها فكي زنا علاقم چجه عراقي ام فتخون درده مچيه ملت توزي فتخون جمرات شد بدرده مننا يعني كرو انسان دي بابي خورا زنات كيدي سرق بنايشينم اخلاق ابو بكر دبيجا دكيجا ملتا باخلاقي بلا ببا زنا بناموسي بكرديا خان بيجن باخلاقي بلا ببا خدای بلای بسرمان دادشنه خیرش خو نادینن دمت قومکی دا زنا مشهور بو عراق مشهور بو توز و دومان مشهور بو به اخلاقی مشهور بو اوان رنگ زیده هنه حفت حش رنگی هانه زیده بون میرا را جنا را زوجین ولی مالا وان خراد به خیرش خو نادینن هیدی انسان دبه عبد شهوت اخو یعنی جبون کود سه دقیقه بجنه کی را بناموسی بک دور جماعته سر دولت خود فروشه باب خود فروشه يعني دیو باب خودک جه اچان رو برای الولات بوم بحث يعني وی بلا نخوشینا توز و دومان و وان حبه پیس کرن گوزلام کی گنجه کیاتش باب خورا گوتیه پرج مرا لازمه باب جی فقیر و هر تشی فروت یه حبه کی دولابا ویا بوزه مایه بوز دولابی مایه گوتی از بفروشم بیاجی گوتی افتر ناکه گرت مالی بفروشش مرا پرج مرا پر لازمه زید يعني يدي برياهين بيا يا بني حساب كن ايكو جانا خبرات خوين وانك ديو بابا خدوجن چما دوجن يعني بريا نخوشين كيتيا جانا وان زنا كرنا حبابا خورنا كرنا چحبي وان ترنا باب اي پرنما
او شخون ناقبته باب فقير داي تشتك نما جوازت بدي باب خودك جت دين بهيدي يعني او قبلا ومصيبات دي باب خو مره بوك جبونه حبكي جبونه تشتكي اف بلا هاني لوم ابو بكر بجد نافق كيجا قوم دا اف نخوشين بلا ببه مالا وان خرابو مالا دي باب وانجي خراب به وابو بكر دما في نصيحته تك زانه چد بجج يعني بعقله زانه ملت راد بجج اف نقطه هاني تهلكه آگهداری في نقطه هاني ب وفي الاخير يبين مصدر ادارته للحكم يعني اين الدليل من اي شيء ساستمد هل قوانين الدولة التي سيديرها أبا بكر سيكون قوانين فرنسية بريطانية إنجليزية أمريكية أم سيكون قوانين إسلامية ربانية محمدية إلهية؟ يقول هكذا: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، وانتهى. إذا أطعت الله ورسوله أطيعوني، إذا عصيت الله ورسوله أتيت بشيء من نفسي من هوايا لا تسمعوا كلامي ولا تطيعوني. بهذا الوضوح إذا رئيسنا الذي يدير أمرنا أدار الدولة على سنة الله ورسوله فعلينا أن نطيعه، ولكن إذا عصى الله ورسوله فينا لا نطيعه أو لا نطيعه أبدا. اليوم نقول ولي الأمر طاعته واجب، أي شيء يقول لا تعترض عليه، إن زنى إن سرق إن عمل الفتنة كبير. يا أخي الفتنة كبير، لا نتكلم، في الأخير يذهب كل شيء. فهكذا أبا بكر يقول: إذا أطعت الله ورسوله أطيعوني وإلا لا طاعة لي عليكم. داوود أبو بكر قانون خويك في دولة إدارة كجمارات بجتدي دولة ما بسلمانة قانون خود ما قانون سياسي ج فرنسا آنية، ما قانون جزاء أبي محكمة مج إنجلترا آنية، ما قانون ميراث ج إيطاليا آنية، ما قانون نظام سياسات هر قانون که جی کیانیه و قانون دفن کردن ج اسلامی آنیه. اما انسان چه بکن بنی عرده. اویا که حبکی یکی مشهور ترکی وی کلمات گو به قانون ما سیاسی و جزا و محکمه و عائله هر یکی ما دولت کی آنی قانون دفن کردن ج ملگورا اسلامی آنیه. يعني اسلام ما بس وظيفه اسلامي اما چوا ساخاب كم بني عرده هو مريا وكيدي علاقه اسلاميتنا يعني. اجا ابو بكر دبجا قالوا انسانا حتى من گهداریا خدا و پیغمبر خدا کر گهداریا ما بکن از خلیفه و ما تشتكو اشوار بجم لگورا قانون خدا به گهداریا ما بکن نبي امناكم مجبور گراون بکن لوراس امر خدا جوارات بجم لدمكم تشتكي جوارا گو نل گورا قانون خدا و سنت پیغمبری به گهداریا من نکن بني نابي از مازنه دولت ما از بجم شو کامنه ها تبي اگر کو من گهداریا خدا و پیغمبر کر من قانون کی درخست او قانون جی لگورا قرآن جیوی هیا لگورا سنت پیغمبر جیوی هیا وی وقتی گرم گهداری هم بکن. یعنی قانون دستور ابو بکر سیستماوی قرآن سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبری که خود تشتکی در ناخه ولی میارم وی قانونش فرانسا بینن اما ویاج آلمانیا بینن ویاج انگلترا بینن ویاج ایتالیا بینن ویاج امریکا نه قانون کساکینوتنه قانون من قرآن قانون من سنت پیغمبری ویه اما به هفرارون خبردن تشتكو مجبورة جو راس بقبول بكن تشتكو نراس بجي گهداريا منكم قركامه بكرن بوان كلمه بچوكك معنا جو خطبه ابو بكر قديان مجبورة ترجمه كردي كدريش كر او عربي برندك يعني ها ده دقه 3 دقه ساعتك خبر ندا قانون من ابا وابو بكر خبردان زيت اداره كر هفته هاتي ده ام بخاين كا ابو بكر بچه شکلی دولت خود دا اداره کرن سیاسیا عسکریا اکونومی اخلاقی چوا دولت خود اداره کر هفته هاتی هم بخواهید ان شاء الله ایرو حتى برا بس الى هنا نكتفي في الدروس القادمه سنتكلم حول اداره كيف بدا يدير الدوله ان شاء الله. اذا بقينا على قيد الحياه ابقوا في حفظ الله ورعايته حتى هفته هاتی امانت خدا بن اما چند دقیقه بزمان ترکی صحبتك درس قد نبكن. Değerli kardeşlerim belki bu sezonun son Türkçe sohbeti olur.